اللي كنعتقد خص يكون عنده نتائج، يكون عنده مخرجات، يكون عنده ثمار. لماذا؟ لأنه يمكن بعد الذي عاشه الحزب، وربما الذي عاشه الحزب بعد انتخابات 2021، مجموعة الإخوان ولا عدد كبير ديال الإخوان ولا بزاف ديال الإخوان ولا تصدموا، وباقي ما قدروش يخرجوا من هذيك الصدمة ديالهم. وهذا يطرح علينا سؤال قبل ما نمشيو لا لغزة ولا المدونة ولا التعليم ولا الإشكاليات الأخرى اللي كاينة وما أكثرها. كل وحدة فيهم تستحق ماشي وقفة، لو كان جبرنا أكثر من وقفة، غير بعدا واحد الحاجة وحدة قالتها الحكومة، لو كان زعما شي منطق كان خصنا نوقفوا هذه البلاد حتى تطيح هذه الحكومة. هذه الحكومة كتقول بأنها نقصات من ضرائب على الخمور لأن الاستهلاك نقص، وبغات هذه الحكومة هذه تنقص على الخمور الضرائب باش الشركات ديال الخمور تحسن المداخيل ديالها وما يبقاوش الناس يمشيو يشربوا محيا. دخلت عليكم بالله الا ما جاوبوني واش باقي شي حياء في هذا الكون، في هذا البلد، بلد اسلامي بحال المغرب، الملك ديالو امير المؤمنين، الناس ديالو نهار الجمعه اللي كنشوف انا كلشي تيمشي يصلي لا قليل، فهمتيني ولا لا؟ كيقول هذا الكلام، كتشربوا شربوا، ولكن داك الشيء كيخصو يبقى دائما مستور، ماشي شي حاجه اللي الحكومه تقول هذا الكلام مكتوب، ياك مكتوب سي الاغلبيه مكتوب مصرح به، لا الحكومه او الاغلبيه ولا بحال بحال. فكيف يعقل هذا الكلام؟ شو وقع في العالم؟ ولكن ماشي على هذا الشيء غنتكلم معكم اليوم غنتكلم معكم عليكم نتوما، علينا حنا، لأنه في العالم كله الأحزاب السياسية كتتكلم على الآخرين. هذه هي الدولة بغينا نقولوا العرف، كتتكلم على الآخرين بمعنى أنها كتتكلم على الآخرين، كتنتقدهم باش تبقى تنتقدهم وحتى حتى تغلبهم، باش يطيحوا، باش تجي هي باش تحكم، باش دير هي البرنامج ديالها، باش تصلح إلا عندها شي ما تصلح وتستافد ولا بدها غادي تستافد. وهذا في رأيي أنا تيقولوا بالفرنسية دو بون غير، مفهوم ومشروع ومعقول. ولكن الأحزاب كلها ما كتنتبهش أن هذا الشيء كاين عنده واحد الأصل. العمل السياسي المقصود ديالو الأول هو الإصلاح ديال الأحوال ديال الأمم والشعوب والدول والبشرية كلها إن كان ذلك ممكنا. وهذا الإصلاح هذا غادي تنتقد فيه داك الشيء اللي كاين قدامك اللي فيه الفساد، وهذا شيء طبيعي. ولكن كاين واحد الإشكال، وهو أنه خاصك قبل ما تنتقد انت الآخرين انت تكون صالح، وإلا واخا نديروا السياسة، واخا ننجحوا في الانتخابات، واخا نجيو للمناصب، واخا نتولاو الرئاسات، واخا نتولاو الوزارات، واخا إلى آخره، شنو غنديروا فيهم؟ غير هادوك غيكون عندهم فساد في شكل، وحنا ربما غادي يكون عندنا فساد في شكل آخر. إذا كان هذا العمل هذا المقصود منه هو المصالح، وهذه موجودة، وأنا شخصيا لا أنكرها، نقولها لكم بصراحة، أنا ما كنتقلقش أن شي واحد يكون تيأمل أنه يولي نائب برلمان ويأخذ واحد الأجرة عالية حوالي 30,000 درهم وشي من هذا. أنا ماشي ضد هذه القضية، ولا قلت لكم أنا ضدها ما تيقونيش، معناه أنني كنكذب عليكم.
لأنه طبيعي ما يمكنش واحد الإنسان اللي كيعيش ب 5000 درهم ولا 6000 درهم وكيعرف باللي كيمكن له يبدا يعيش ب 30000 درهم ولا شيء ولا قريب من هذا الشيء، تقول له لا يعني لا يمتدن عنقك إلى هذا ولا يشرئبن عنقك إلى هذا، غير صحيح. هذا شيء مشروع، ولكن ماشي هذا هو الأساس. الإنسان تيجي للعمل السياسي، تيجي للعمل الاجتماعي، تيجي للعمل الحركي لأهداف سامية ونبيلة، وما صادفه في طريقه من منافع إن تيسرت، وبالمقابل راه كاين المنافع وكاين بالمقابل ديالها كذلك المحن والمشاكل، الغنم بالغرم. راه السياسة راه هي ما كاين حتى شي حاجة فيها مضمونة، راه بحال اللي تيجي الإنسان يمكن له يولي نائب برلماني، تيمكن له يمشي للسجن، تيمكن له تجي فيه حتى قرطاسة تفضي معاه. راه الوزراء اللي مشاو يستقبلوا الحسن الثاني في 72 مشاو غير يستقبلوه في المطار، راه واحد العدد منهم مات برصاص الطائرات، لانهم اللي الحسن الثاني الله يرحمه سلم عليهم ومشارك في السياره ديال واحد الانسان، جات الطياره ديك الساعات وبدات كتضرب واللي مشاو لعنده العيد الميلاد ديالو نفس الشيء وقع لهم. الدكتور الخطيب ضربوه برصاصه، كانت عنده رصاصه في الفخذ ديالو، وملي وقفوا داك الشيء مشى لاكلينيك في عطمي قبل راسو وجلس كيدير العمليات للناس بهذيك الرصاصه هذيك على ما حيدوها له ولا جو با كومون يلف. فخصنا نكونوا تنتفاهموا مزيان. انا الاخوان بغيت نطرح عليكم السؤال، لانه قبل هذا الشيء جاينا السي جمال المسعودي جا تغدى معايا في الدار وجا معايا، قال لي السعدي انا ما كنفهمش يكون السبت والحد المقرات ديال الحزب خاويين، ما الذي يقع؟ هل هنالك هل هنالك نوع من الاكتفاء الذاتي؟ ان الانسان مشاكله هو محلوله، ما دام الحمد لله عنده حتى عموم اخواننا من الوسط الذي يسمى الطبقه الوسطى تقريبا، يعني اساتذه معلمين مهندسين اطباء الى اخره وحرفيين وكذا، بنادم عنده شي بركه باش تيقضي، هل هذا يكفي؟ وتيقول الانسان اش بغيت انا كاع بهذا الحزب السياسي واش بغيت بهذا السبب الاله، ولا كاين شي مشكل اللي خصنا نتحزموا ليلو ونقوموا ليلو، والا كان غير هكذا انا بدي ما نجيش غنبقى في الرباط، فهمتيني ولا لا؟ خصكم تعرفوا باللي نتوما سمعتيو اللقاء وجيتيو، وانا هذا اللقاء راه سيمانه هذه وهو تيدور ليا في راسي، كاين هادشي ولا كاينش، وكنتشاوروا عليه وكنتفقوا عليه ونتفقوا عليه وكذا، نقول غدا واش غنقولوا والى اخره، وعلاش غنهضروا ما نعرف شنو. اذا ما هو اين هو المشكل؟ لهذا الاخوان انا كنلاحظ باللي السياسيين هما في الحقيقه في العموم هم جهله، لانهم ما تيدرسوش الحقيقه ديال السياسيين الناجحين. السياسيين الناجحين يغيرون الواقع قبل ان يغيروا الحكم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اعظم سياسي في العالم. هادشي ماشي عبد الاله بن كان تيقول هادشي العالم كله تيشهد به. وشنو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الاخوان الكرام المحترمين جاء في قومه يدعوهم الى شيء ما، يدعوهم الى دعوة نتيجتها توحيد الله وعبادته والاستقامة على الدين. قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه الكلمة هذه هي بسيطة، ولعلكم تقولون دابا اش تيقول السبب إلا هذا الشيء حنا قريناه ملي كنا صغار، هذا الشيء ماشي خصكم تقراوه ملي كنتم صغار، هذا الشيء خصكم تبقاو تقراوه كل نهار، لأنه هذه هي العقدة الحقيقية. لأنه علاش؟ لأن الإنسان كيدوز في الامتحان كل نهار، وكيدوز في الامتحان وملي تمشي حتى توصل للمسؤولية تيخصك تكون ماشي ديك الساعات عاد ترجع تقرا، تيخصك تكون قاري وتيخصك تكون عامر، بحال اللي وقع لسيدنا عمر رضي الله عنه. كان جبارا في الجاهلية، دخل في الإسلام، تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لما وصلت إليه الخلافة، لما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت مواقفه دائما يعني هي من أرفع المواقف. في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى ينزل القرآن يعني يؤكد كلام عمر ومواقف عمر. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن واحد اللحظة ديال فقدان التمييز، قال لهم بلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يمت، محمد لم يمت، من قال بأن محمد قد مات فسوف يعني أفعل له وأفعل له. ولكن هذيك واحد الضبابة ديال المحبة اللي خلاته يقول ذاك الكلام. ولكن من بعد بقي عمر رضي الله عنه سواء في عهد أبي بكر أو في عهده هو منارة للسلوك الحسن والتصرف الحسن، كإنسان، كأب، كقاضي، كحاكم، ككل شيء. وبقينا دابا حنايا فين كاينين؟ دابا حنايا في مكناس، ومكناس فين جات؟ في المغرب، والمغرب فين جات؟ 6000 كيلومتر بيننا وبين البلاصه فين كان فيها سيدنا عمر. واش جابنا نهضروا عليه اليوم؟ هل نتكلم عنه لأنه كان عنده ثروة عظمى، أو كانت عنده مملكة كبرى، أو كانت عنده يعني اخترع الكهرباء، أو اخترع؟ لا، حتى واحد ما تيهضر على بحال هذو، بحال اللي كنهضروا حنا على سيدنا عمر. وسيدنا عمر كيهضر عليه العالم كله، والأوروبيين والأمريكيين كيسميو سميتو. نتوما كتعرفوا هذه القضية، وبدا غادي وكتسمى سميتو بهذه السلوكات. وقرنوا لي رؤوسكم، قارنوا تانا مع سيدنا عمر باش تفهموا الى اي درجه رحنا هذا الشيء عندنا ضعيف. لانه مفروض ان نبذل من المجهود ما يكفي لنكون مثله، لانه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. اذا اسوة حسنه باش نجيبوها بمن يجب ان نتمثل؟ نتمثلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، خصنا نكونوا بحال الصحابه رضي الله عنهم، والصحابه على راسهم ابو بكر وعمر. هذا الكلام ديال سيدنا علي، هذا الشيء اللي تيقول سيدنا علي، هذا الشيء اللي تيقول. وكان الصحابه رضي الله عنهم يعني يفاضلون بين الصحابه، فيذكرون ابا بكر وعمر ثم يتركون الصحابه اللي كيفوتوا ابو بكر وعمر، تيوقفوا ما تيبغوش يوصلوا للاخرين. فهذا الكلام اللي تنقول لكم الاخوان، تنقول لكم باش نقول لكم باللي هذا العمل اللي كتعملوا راه ما يمكنش يعطي النتيجه المطلوبه في المستقبل. لان دابا نتوما احنا كنا في الرئاسات وكنا في الحكومه وخرجنا، دارنا الله نرجعوا واحد النهار. ولكن انا ماشي خايف نرجعوا واحد النهار، انا عارف بلي باش نرجعوا واحد النهار خص هادشي تنقول لكم يكون صحيح. حيتاش كاين جوج الانواع السياسه. كاين السياسه ديال تطولنطيه، تسمحوا لي نقولها لكم بالدارجه، خلي تطولنطيه هذه حسن ما نقولوا التحرميات. فهمتي؟ بنادم زعما يحسن المقالب والكلام والى اخره الى اخره. وكاين المعقول والاستقامه. حنا هاد التطولنطيه ما صلحناش، ما كنعرفوا لهاش، ما فيناش ككل. يمكن يكون شي واحد ولا جوج في التين ولا لا، يعني باندي من ضريجين ممكن. لكن انا كنتكلم معكم على العموم. حنا ناس ما يصلح لنا غير المعقول، خصنا نشدو في المعقول ونبقاو غاديين في المعقول. والمعقول الاخوان ما غيتسناش حتى تولي وزير على التبال، او حتى تولي رئيس حكومه، ولا حتى تولي نائب برلماني، ولا حتى تولي، راه من دابا تيبان. وديك الساعات المغاربه الا بغاونا مبارك مسعود، الا ما بغاوناش بلاش. شنو غنديروا لهم حنايا؟ غنبوسوا لهم رجليهم باش يردونا نواب برلمانيين؟ هاد العز اللي غادي يجيب هاد الشيء اللي يجيبوا حنا خصنا. وهذا الاخوان كيطلب ان الاخوان ديالنا نتوما دابا ربما نتوما كتشوفوا هاد القاعه كتجيكم خاويه، وهي خاويه واحد شويه ماشي عامره بزاف. ولكن انا ما عنديش مشكل كتجيوني نتوما بزاف. علاش بزاف السي رشيد؟ لان انا دابا نتوما 50 60 70 دابا هذا عبد الاله بن كيران كان ماشي هذا الحزب وهذا الشيء ودار واحد الميكروفون وبدا كيدور في مكناس
قال لهم بغيت شي 60 ولا 70 يجيو لعندي، غيجيو لعندو، يخليو ديورهم، يخليو الخيرات اللي عندهم، يخليو النزهه ديالهم، داكشي يجيو. ما تجيوش نتوما، جيتيو نتوما محبين، نتوما بغيتو تسمعوا ليا، بغيتو تقولوا ليا، كنتكلم معكم الكلام اللي كنعتقد انه خص يعني تبذلوا واحد المجهود فردي. بعد هذا الشيء هذا راه كيخص واحد المجهود فردي ثم مجهود جماعي على مستوى الهيئات ديال الحزب ولا الحركه ولا اي هيئه كتشتغلوا فيها باش تكونوا في المستوى ديالو المطلوب. وهذيك الساعات الاخوان راكم ربحتيو ديجا. واخا تجيو نتوما الاولين في الانتخابات ولا تجيو نتوما الاخرين في الانتخابات، انا متاكد انكم ربحتيو، وتيقوني غتجيو نتوما الاولين. اما الا كان غير الطولنطية، راه كاينين الطولنطية بزاف بكم وبلا بكم، وفهمتي ولا، وفين حنا ما نفهموش لهذاك الشيء، ما نعرفولوش وما نقدروش نوصلوا ليه. والا المنطق لا يقبل ان حزب العداله والتنميه يكون برز في 92 كمحاوله، اول مره دخل الانتخابات رسميا في 97 فهمتيني ولا، وفي 2011 ما كملاتش 15 عام ولا عنده رئاسه الحكومه ولمرتين متتاليتين، وهذا لم يكن عند اي حزب في المغرب. و10 سنوات حتى حزب ما دوز هادشي، لاننا كنا معقولين. وجا واحد الوقت اللي ما كانش ممكن دوك الطولنطيه ولا البنديه ديال السياسه. كاين البنديه دي فغي بوندي اللي يسيروا المافيا في السياسه ديال المغرب، والو الحمد لله ديك الساعات ما كلاوش معنا. ولهذا اليوم التحدي هو هذا، واش ممكن ولا ماشي ممكن؟ حيت دابا كتقولوا نديروا الكتابات المحليه، نديروا الكتابات الجهويه، نديروا الكتابات الاقليميه، نديروا كلشي هادشي مزيان، ولكن فين الروح؟ اين هي الروح؟ الروح هي هذه اللي كنقول لكم عليها، وهذه خاصكم تبذلوا مجهود فيها. الاخوان ديالكم المسؤولين اللي معاكم، لا اللي في البرلمان، لا اللي في الامان العامه، لا السي الخالدي والمجموعه ديالو، لا خاصكم تعاودوا تطرحوا الاسئله على انفسكم وتبذلوا مجهود يعني تعاودوا تذكروا نفسكم وتعاودوا تصحوا المسارات ديالكم، تعاودوا، لانه ديك الساعات يعني العضو ديال العداله والتنميه خصو يكون كشامه في المجتمع، معروف عنه انه اذا تحدث صدق ولا يكذب، واذا وعد يعني وفى ولم يخلف، واذا اؤتمن ادى ولم يخن، واذا يعني نصح كان صادقا وامينا، واذا كملوا من رؤوسكم. راكم عارفين يعني النشيد شنو فيه من اوله الى اخره، رجالا ونساء واولادا. وواحد القضيه الاخوان، تشتي هذا الشيء غينفعكم في حياتكم الشخصيه، وغينفعكم في حياتكم العمليه، وغينفعكم في الحرف ديالكم، وغينفعكم في الوظائف ديالكم، وغينفعكم في الاولاد ديالكم. وهذا هو اللي صعيب تيقول، لان اولادكم اذا شافوكم كتنتميو لواحد الهيئه والنتائج ديالها عليكم نتائج صالحه، وداك الشيء واخا يختلفوا معكم غادي تبقاو في عينيهم انتم هما النموذج، انتم هما المثال، انتم هما القدوه. وعاد هذا الشيء اللي خاصنا في هذه البلاد. انا دابا الاخوان بغيت غير نفهم اكبر مصيبه عندنا في هذا المغرب شنو هي؟ واش هي التجمع الوطني للاحرار؟ واش هي البام؟ اكبر مصيبه عندنا في المغرب هي الكذوب، هي الغش، هي انا تنقرا السواح الاجانب اش تيقولوا اللي تيخرجوا من هنايا، شي تيقول لك غشوني في المطعم، شي تيقول لك غشوني في الفندق، شي تيقول لك غشوني في الصناعه التقليديه، شي تيقول لك. كيف السبيل الى هذا؟ ولكن كاين شي حاجه نتوما هما الاولين فيها. نتوما فيكم اللي عنده مطعم، فيكم اللي عنده فندق، وفيكم اللي عنده يعني مكان ديال سميتو. خصكم هذا الشيء هذا نتوما تكونوا نموذج فيه، وخصكم نتوما تقوموا بواحد الدور اولا قبل كل شيء مع المغاربه. وانا غنقول لكم واحد القضيه الاخوان، اقسم لكم بالله، التقدم ديال المغرب، التقدم، لو ديفلوبمون، لو بروغري، لو ديفلوبمون، التنميه ديال المغرب مبنيه على هذا الشيء اللي تنقول لكم. لانه واخا توصلوا للمسؤوليه
إذا كانوا الناس اللي تحت منكم في المسؤولية كلهم كيلعبوا، كي غديروا نتوما؟ ها نتوما في المسؤولية اللي قلتيوا له الحاجة يدير لكم العكس ديالها ويكذب عليكم وكذا، كي غديروا لهذه المسؤولية؟ ما تقدروش. فما يمكن لكم تخدموا وتعطيوا النتيجة حتى وإن نجحتم في الانتخابات إلا إذا كنتم صالحين وكان معكم أشخاص صالحون. وهذه القضية الإخوان راه هي الأولى وهي الأساسية اليوم ديالنا بالنسبة لهذا اللقاء ديال اليوم. ولا استوعب إذا أخذتموها عني واستوعبتموها عني نقول لكم هذا اللقاء نجح، وهذا الكلام اللي قلت لكم كافي. وسمحوا لي مادام ضروري نتكلموا على غزة ونتكلموا على فلسطين اللي بطبيعة الحال بعدا بالمناسبة بغيت نوجه الكلام ديالي الآن واحد الناس، واحد السيد بالخصوص كنت كنسميه تعبان مسموم، وانتبهت باللي شتمت التعابين لما شبهتهم به، لأنه في الحقيقة ماشي تعبان، هو مجرد حشرة. هذا الحشرة هذا كتب في واحد المقال في الجريدة ديال الأنجاس المغربية في الحقيقة، فهمتيني ولا لا؟ كيقول باللي هاد الناس اللي باقيين تيقولوا باللي حماس، قولوا لنا شو دارت حماس اللي مزيان. يا أيها الويل، باش ما نقولكش شي كلمة أخرى، لا نمشي نشتم شي حيوان عاوتاني. العالم كله يعترف اليوم بأن القضية الفلسطينية كانت في طريق الموت والنهاية، وأن ما فعلته حماس أحيا هذه القضية يعني نصا ومضمونا. وأن نفديك يا غزة بالروح بالدم، نفديك يا غزة بالروح بالدم، نفديك يا غزة بالروح بالدم، نفديك يا غزة. نتنياهو يا جبان يا قتال الصبيان، نتنياهو يا جبان يا قتال الصبيان، نتنياهو يا جبان يا قتال الصبيان. هاد الشعارات اللي كدير السي رشيد عجيبين، ولكن كتخلعنا في الاول. كنكون كنتكلم حتى كينقض ينقي زال القلب ديالي كيمشي يوقف. لا شي نهار لا ماشي تلفت، لا يعني هذا الاخوان باش زعما تكون الامور واضحه في الذهن ديالكم. يعني السياسه الدوليه الى جيوبوليتيك راه ما فيهاش القضيه الفلسطينيه. خرجت من المنطق ديال المواجهه مع عرفات في 93 ومشاو للاتفاق على اساس يكونوا جوج ديال الدول. ما كانوا لا جوج ديال الدول لا والو. 30 سنه ديال التسويف ووصلنا لواحد المرحله اللي ما بقى حتى واحد كيتكلم على هذا الشيء هذا. وجات هذه الضربه هذه ديال حماس احيت موضوع القضيه الفلسطينيه، واحيت معها الحركه الاسلاميه في العالم كله، واحيت معها الامه الاسلاميه في العالم كله، بل احيت الشعور الانساني، لانه كنا غاديين في واحد الاتجاه ديال تحكم في البشر جميعا، تحكم في البشر بالاعلام، تحكم في البشر بالسلاح، تحكم في البشر يعني بمختلف الاساليب. ما بقاش القدره عند شي واحد يقول شي كلمه. الوحيد اللي كان باقي صامد واحد شويه هو بوتين، راه مشاو له كانوا حتى هو عاش في هذه القضيه هذه. هذاك بوتين دابا راه كيحقق انتصارات يوما بعد يوم، وربما غادي ينتصر في القضيه ديال اوكرانيا، والفضل بعد الله يرجع لحماس. حماس الاخوان اليوم شرف الامه، وما قامت به في غزه منذ اول يوم. بالنسبه الي انا شخصيا منذ اول يوم انتصرت وحققت هدفها، وخلوا كنقضوا عليها في اليوم الثاني، ودابا مرت 70 يوما والى حد الان لم ينالوا منها شيئا تقريبا.
طبعا كاين شهداء، طبعا كاين، ولكن هاد الناس هادو علاش جبت لكم الموضوع ديالهم؟ اولا باش نقول لكم بجوج كلمات نقول لكم هاد القضيه ديال فلسطين باش تبقاو عاقلين عليها، ما يلعبوش بكم هاد الحشرات. هادو خونه بطبيعه الحال. الناس اللي خرجوا تيقولوا كلنا اسرائيليون، الناس اللي النهار اللي جا واحد المسؤول فيهم رئيس ديال البرلمان ياك واللي جا وخرجوا الصوره ديالو في الجريده، هادو خونه. هؤلاء خونه. وليس من المنطقي ان يكون هنالك يعني رجل حر اليوم في هذا الوطن العزيز باقي تيقدر هاد الناس. خرجوا تيقولوا كلنا اسرائيليون. اسيدي حنا لسنا اسرائيليين، نحن مغاربه ومسلمون ومن انصار حماس. ياك لاباس كاين شي لا ديرونجمون؟ لا ما كاين حتى مشكل الا كان شي ديرونجمون. غير شي واحد دار اللايف هما ما متفقينش عليه دابا شوف بالعكس. لا ماشي بالعكس. الا هم مقررين ما يكونش اللايف ما يكونش اللايف، ولكن فو لو دير، حيت حنا دابا هاد السياسه ديالنا وضوح. لان ملي كتشوف واحد تيهضر مع السي خالد تقول انا والله شنو واقع. ياك ما نتنياهو جا لهنا جاب شي سكوت ويجي فهذه القضيه ديال فلسطين الاخوان الكرام، هذه واحد القضيه بسيطه جدا. هذه قضيه ديال واحد الدوله استعماريه استعمرت اراضي المسلمين في وقت من الاوقات من التاريخ، واعطت جزءا منها للعصابات الصهيونيه التي كانت تريد ان تبني دوله لليهود المضطهدين في اوروبا وليس في العالم. ولهذا قال لك انا ملي قلت لهم على اليهود اغبياء، قال لك انا انتيسيميت. حنا ما عندناش الانتيسيميتيزم، حيت حنا ما كانش عندنا لو نازيزم. لو كانت عندنا النازيه هنايا ودرنا قانون ديال الانتيسيميتيزم نقولوا هذا الكلام. وهذا الانتيسيميتيزم ولا قانون ديال الارهاب، هذا الدار باش يحمي اليهود، ولا قانون لارهاب الجميع، بما في ذلك الوزراء ورؤساء الحكومات السابقه. دو فيلبان تيتكلم بطريقه موضوعيه وتيدين الاعمال ديال حماس وتيقول لهم ودي راه الحل ديال هذا الشيء ماشي هو القوه، الحل ديال هذا الشيء هو تردوا الحقوق لاصحابها في اطار القانون الدولي الذي يعطي للفلسطينيين الحق في ان تكون لهم دوله في فلسطين في واحد الخريطه تصوبت في 67. كانت في الاول في 48 و اكتواليزي في 67، فهمتيني ولا لا؟ والصهاينه ما خداوش هذا الشيء بعيد. شنو قلت لهم انا؟ قلت لهم هادو اغبياء. من انت داك الشيء اللي تنقرا في القران الكريم هذا الشيء اللي لقيت. الله تيقول لهم حاجه وما تيديروا حاجه اخرى. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ما قال لهمش شي حاجه كثيره، قال لهم غير قولوا راعنا، قولوا حطة وانظرنا. جاو هما بدلوا الايه، بدلوا داك الشيء. يعني هادو واش ماشي اغبياء؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك واحد الحاجه، قال لهم يذبحوا بقره، دخلوا معاه في التفاصيل. هاد البقره واش حمراء واش خضراء واش صفراء واش طويله واش عريضه واش ولده واش ما ولداش الى اخره. فهمتيني ولا؟ هادو دابا جاو لتمايا كيف ما كان الحال في اطار القانون الدولي. ما دام النظام الدولي ها هما تمايا، لو كان تفاهموا مع الناس اللي هما تمايا وكانوا معاهم معقولين وكانوا معاهم عادلين، لو كانوا راهم باقيين مستقرين تما الى الابد. ولكنهم ليس هذا الذي فعلوا، يعني من خلال القتل ومن خلال الارهاب ومن خلال الاغتصاب ومن خلال السرقه ومن خلال يعني ومن خلال الرشوه ومن خلال استطاعوا ان يعني كيعتقدوا بلي بهذه الطريقه هذه، الا بهذه الطريقه هذه سيخرجون من فلسطين، سيخرجون منها. انا هذا اللي قال لك انت انتي سيميت، يقولوا انتي سيميت. على كل حال انا يشرفني انني نكون انتي سيميت مع دومينيك دو فيلبا ومع باسكال بونيفاس ومع الاخرين الناس الموضوعيين اللي كاينين يعني تمايا
يعني فرنسا. احنا نو سون با دي زونتيسيميت، المغاربه نو سون با دي زونتيسيميت. المغاربه عاش معهم اليهود قرون قبل الاسلام وحتى لما جاء الاسلام، وكانت كل مدينه فيها ملاح، وذاك المدينه اللي فيها الملاح فيها اليهود، واليهود كيتمتعوا بالحقوق ديالهم. شي مرات يوقع احتكاكات كتكون جد محدوده، ولكن ما كاينش شي حاجه زعما، ما كاين لا جينوسيد ولا كريم دو غير ولا هادو. دابا هاد الشيء اللي كيديروه دابا البشريه كلها تسخطوا عليهم وتلعنهم. انهم يقتلون ويقصفون بالاسلحه ديال الدمار الشامل وكيطيحوا. انتم كتشوفوا كلشي بعينيكم بلا ما نبقى نعاود لكم هذاك الشيء. خصوصا انا راه ما بقيتش كنقدر نشوف هذاك الشيء، كنتاثر وكنبقى نبكي بحال المراه باش نقولها لكم. واخا واحد الاخ قال لي واش الرجال ما تيبكيوش السيد ليلى، لانه هذوك الاطفال ما كنقدرش نشوف هذيك الحاله اللي هما فيها. وفاتوا 5000 ولا 6000 طفل او اكثر، الراجح اكثر، دابا يكونوا وصلوا ل 8000 طفل او 10000 طفل، لا يبالغوا. قال لك علاش انا نقول هذاك الشيء انا انتي سيميت؟ هما تيقولوا علينا باللي حنا حيوانات. على كل حال هما في ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، حنا اميون بالنسبه اليهم، يمكن ان يقتلونا وليس عليهم شيء، ويمكن ان يعني يسرقوا اموالنا، ويمكن ان يغتصبوا نساءنا، ويمكن ان يفعلوا ما بدا لهم فينا. كتعرفوا هذه العقائد هذه عند اليهود، ماشي عند الصهاينه، عند اليهود. وهما هادو دابا هاد الافكار الدينيه المعوجه والمنحرفه ينشرونها بين الناس، فيهم ناس معقولين، انا نقولها لكم، فيهم ناس معقولين وفيهم ناس افكار. ولكن دابا الذي يسمع هو هذا بن غافير ونتنياهو وذاك نتنياهو كان مفلس وزاد تفلس باللي تصاحب مع هادو ودخلوا مع الحكومه والعياذ بالله. القضيه ديال فلسطين الاخوان هادشي اللي كاين. يعني جات بريطانيا عطات وعد باش اليهود ياخذوا فلسطين، فهمتي ولا؟ لما رفض السلطان عبد الحميد ان يعطيهم هذا وقالوا له حنا نخلصوا لك الديون ديالك كاملين، ورفض السلطان عبد الحميد رحمه الله، فهمتي ولا؟ ودخلوا اليهود وجاو بالعصابات وجاو مسلحين وجاو وطردوا المسلمين من قراهم ومن مدنهم وكذا الى اخره. شي صفطوا لسوريا، شي صفطوا للبنان، شي صفطوا للاردن، شي صفطوا لمصر، شي الى اخره، وخداو لهم الارض ديالهم. من ذاك الوقت وهما يسومون الناس العذاب، وداروا معاهم الفلسطينيين كل شيء، وفعلا مشاو معاهم وحاولوا يتصالحوا معاهم ووقعوا داك الشيء، والو حتى حاجه من داك الشيء ما دارت. وجاو لقطاع غزه وحاصروه منهم. شنو غادي يدير هذا قطاع غزه؟ وزادوا كملوا في هذه المرحله الاخيره، بداو كيستفزوا الفلسطينيين وكيجريوا عليهم، لانه الخطه ديالهم وهي تهجير الفلسطينيين، ما يبقاوش تما، باغينها تكون دوله خالصه لليهود. راه ما كانوش عوالين يخليوا الناس ساكنين معاهم ابدا، هما تيقولوها، هما تيقولوا. شي واحد قال له راه هذا الشيء اللي كتقول انت هو غير ريتما ديال هاد الناس اللي في الضفه الغربيه، كيقول له راه غيمشيو للاردن. قال له كيفاش؟ قال له من بعد، ماشي دابا، ولكن هاد البقاء ديالهم معنا غير مؤقت. هذه هي القصه ديالنا معاه. فداك الشيء اللي داروا الاخوان ديال حماس اثبتوا انه من الممكن ان لم ننتصر عليهم فورا، من الممكن ان نقف في وجههم. ليسوا جيشا لا يقهر. وكانت هذه النتيجه هذه اللي رجعت الروح للامه. وانا بغيت نقول لكم واحد القضيه، تنتعجب داك الشيء ديال الانفاق، وداك الشيء انا عاجز ان افهم حقيقته، ويمكن لكم تبقاو تعجبوا فيه حتى الصباح، وكل شيء يمكن لكم تبقاو تعجبوا فيه. ولكن كاينه واحد القضيه لا ينبغي ان ينقضي العجب عندكم منه، وهو كيف هذا الشعب ديال غزه يصبر على هذا القصف ولا يقول كلمه واحده ديال السوء فيه، بل يعتز. بنادم كيخرج من تحت الانقاض وتيكمل وتيقول لهم حنايا هذا فداء ديال المقاومه. دراري صغار بكوني قال لهم نحن معنا الله والله اقوى من كل سلاح. الا شتي واحد الوليد عنده 4 سنين ولا 5 سنين ولا شيء من هذا القبيل. فتنقول لكم انتم يا اهل مكناس، ومن خلالكم يا اهل المغرب، ومن خلالكم يا عموم المسلمين، يا من كما قالت تلك الوزيره القطريه مشغولون
الأكل والشرب والنوم واللباس والتلاميط والريدويات والطوموبيلات والأرقام والما نعرف شنو هذا إلى آخره. ياك هادشي باش مشغول المغاربة هادوك تيبغاو الكرامة، كيقبلوا أنهم تقصف بيوتهم ويموت رجالهم ونساؤهم وأولادهم، فهمتيني ولا؟ ما معنى ذلك؟ نقول لكم بغيتو تفهموا الحقيقة. إذا انتصرتم للمبادئ والقيم نتوما اللي غتكونوا في العقل ديال المغاربة. طبعا الا بديتي نتوما ما غديروش الحاجه ديال العيب، نتوما ما غاديش تاخذوا الرشوه ولا غتعطيو الرشوه ولا غتعطيو الناس الفلوس باش يصوتوا عليكم، ولكن الا بديتيو كتبحلسوا الناس ما غاديش يبقاو يديوها فيكم وغيديوها في الفلوس وغيديوها واش تتفهموا كلامي ولا ما تتفهموش كلامي ولا نزيد نوضحوا لكم. هذه هي. حنا دابا شنو درنا الحماس باش نفعناها؟ كنديروا وقفات، كنديروا مسيرات الى اخره. اليهود في امريكا كيديروا اكثر منا، في امريكا وبريطانيا وفرنسا كيخرجوا الناس اكثر منا، وحتى واحد ما منعنا في المغرب. كاينه ولا ما كايناش؟ انا كنسول الدراري كل نهار تيخرجوا الدراري ديالي، كل ما كانت وقفه ولا مسيره تيمشيو حتى لطنجه لكل بلاصه. تنقول لهم كيفاش كانت المسيره، تيقولوا لي زعما مزيانه، ولكن كنقول لهم كانت متواضعه، تيقولوا لي هي بابا، وتيحضروا لها. وعلاش لي ما قدرتيوش تقنعوا الناس غير يخرجوا معكم؟ كديروا المسيره استاذ شحال كيحضروا لها ديال الناس؟ غير حنايا شحال كاين ديال السكان في مكناس؟ شويه ابسيلون شحال ديال السكان كاينين في مكناس؟ 800,000. واش كتوصلوا ل 800؟ اذا ما كاينش حتى واحد في 1000. ايوا شنو هادشي؟ لا ما تبقاوش تقولوا لي اش تيمشي للتعليم شي تيمشي لما نعرف شنو. الاخ الكريم، انت زعما راك انت خصك تكون راجل صادق انت، وانتم ما خدامينش. ما كاين لا اخبار لا جوج. لو كانت فيكم الحراره ديال فلسطين وداك الشيء كون راكم كتصلوا بالناس فهمتيني ولا لا، وتقولوا لهم وتحركوهم. الناس راهم متعاطفين، الناس راهم مسلمين بحالكم ولا اكثر منكم، الناس راهم تيبغيو فلسطين. ولكن الا ما لقاوش اللي يجي يشرح لهم ويقول لهم بلي هذه الوقفه وهذه المسيره غادي يكون فيها فهمتيني ولا لا، يعني غادي هي في صالح الاخوان الفلسطينيين، ما غينوضوش يمشيو. وخصوصا ملي كيشوفوا بحال هاد الحثالات اللي موجودين في هاد الجريده مخشيين لينا تمايا، ربي اللي عالم بينا وبهم منين جاونا ولا جاونا باش يقولوا لنا كلنا اسرائيليون. اللي كيشوفوا هاد الشيء تيقولوا ربما هاد الناس معاهم الدوله. ما تيقوش هاد الشيء وما تخليوش الناس يتيقوا هاد الشيء، ماشي صحيح. الدوله ديالنا حنايا دابا كيخصنا نقوموا بالدور ديالنا كشعب، خصنا نقوموا بالدور ديالنا كحركه مناضله. الدوله خليوها، حتى واحد ما حبسكم. ياك هاد الشيء هذا ديال المسيرات هاد الشيء حتى واحد ما تيحبس. ايوا اسمحوا لي يا الاخوان، عندكم واحد الاخ هنا هادشي كلشي اللي تنقولوا هو ناشط من الصباح هو تيضحك. انت شاري شحال من مصيبه. فلهذا خص الاخوان ديالنا يكونوا واعيين. الله يجزيكم بخير. انتم شنو معنى السياسه؟ قولوا لي شنو معنى السياسه؟ شنو كديروا في هذه السياسه؟ هذا بيان درناه في 5 ديال الصفحات، كل ورقه فيه وكل كلمه فيه وكل نقطه فيه وكل فصيله فيه كاين اللي بقينا عليها حتى لواحد الوقت متاخر من الليل. واش على الاقل بعدا عندكم اخبار به ولا ما عندكمش؟ صدر في 9 دجنبير، هذه بضعه ايام. هذا على الاقل كنتوا غير تجمعوا وتقراوا وتشرحوا لبعضياتكم وتوضحوه فهمتني ولا؟ وكل حاجه فيه كل فقره فيها الاخوان هي درس. وهذا الشيء هذا تهبطوه للناس. دابا غير قولوا لي واحد القضيه، قولوا لي
فهموني انا واحد المساله، انتم دابا جاي يسحبكم انا غنفهمكم انتم فهموني. قول لي علاش انا غنبقى تنقص ذاك الرباط؟ لا انا لا السيبوان ولا هذوك الاخوان اللي كيشتغلوا معايا مع انكم انا بصراحه زعما مكناس ردات لي الاعتبار، لانهم اللي ملي جات الانتخابات من بعد الانتخابات ديال 2021 ورشحنا السي عبد السلام فهمتيني ولا، وشفنا ديك الطريقه بغينا نقولوا الغير يعني، لا كاين واحد الكلمه نقلب عليها فهمتيني ولا، على كل حال غير ديمقراطيه بطبيعه الحال اللي تعاملوا معاه، وجينا وجيتي وجاوبتي وراه بالرغم من الهزيمه وجمعيتي ولا 300 ديال الناس في الدار ديال واحد من الاخوان ما عرفت شكون ديال السيبوانو فهمتيني ولا، وداك الشيء كان عنده تاثير، ووزير الداخليه رد علينا ببيان وحنا ردينا عليه عاوتاني بشريط الى اخره. قامت معركه ما قامتش على النتيجه ديال 21 اللي كيقولوا بعض الاخوان باللي هي مزوره. الا كانت مزوره الاخوان ديال 21 احتجوا، ولا كلمه ولا والو. فانا ملي شفتكم درتيو داك الشيء قلت هاد المكناس هادي راه زعما يعني كان على من نتكاو. فينكم ياك ما من داك الوقت لدابا، لا شنو ياك ما كيكون حتى شي حاجه دو سبيسيال ماشي عادي هذا هو. اما ما تقولوا دابا واش ما عندكم ما تقولوا، هذه الحكومه هذه نتوما كتشوفوها غير كترقع في كل شيء. خرج عندهم مشكل في التعليم من سوء التصرفات ديالهم، انهم دابا كيديروا مقترحات مع رجال التعليم ويعطيوهم ولا بغى حد يتصنت لهم. سي فيني، كاين فقدان الثقه في الحكومه. شنو هي السياسه؟ شنو كتنتظروا حتى ينجحوا؟ عاد تبانوا نتوما، جاوبوني الاخوان. ملي يمشيو حتى ينجحوا صافي نتوما انتهيتيو. ولهذا اول شيء اليوم بالنسبه لي انا في الاخر قال لي السي عبد السلام الى ديروا لقاء داخلي، انا كنظن هذا كان قرار موفق. خاصني هاد 60 ولا 70 اخ اللي حاضرين اليوم خاصني يعني يطرحوا السؤال على انفسهم. احنا يمكن كتعزوني، يمكن كتعجبكم تسمعوا ليا، يمكن كاين اللي كيقول لك فرجتينا فيهم السي عبد الاله، كاين اللي كيجي يتفرج فهمتيني ولا لا. ولكن انا على كل حال ماشي انا هو انتوما، انا في الرباط انتوما في مكناس، انتوما هنا دوك الناس اللي قدامكم، الجيران ديالكم، الاصدقاء ديالكم، الناس القدام ديال الحزب فهمتيني ولا لا. تمشيو لعندهم على الاقل جمعوهم غير قولوا لهم اش كنقول. واش تبعتيوني اش كنقول في هذا الشيء ديال المدونه ولا ما تبعتيونيش؟ قولوا لي شي واحد فيكم يقول واش شاف هذاك الشريط اللي درت في فاس. شفتي انت انت دابا القضيه عندك محسومه. الاخوان الكرام، قلت لكم راه حنا في خطر. هذا الشيء ديال المدونه خليوه بغض النظر على انه بغاو يديروا واحد الاصلاح منهجي هذا الشيء الاخوان الاصول ديالو جايانا من الخارج. جهات دوليه تشتغل على العالم ماشي غير على المغرب من خلال المرأة، تريد أن تقضي على المجتمعات التي فيها مناعة، وغادي يبقاو يدخلوا معكم جنب حتى ما غادي يبقى لا راجل لا امرأة لا أسرة. دابا اللي شاب وتتكلم معاه على الزواج تيدير شي حسابات في راسو، تيقول لك انا غادي نتزوج اليوم
غدا غادي نطلق المراه مع الاولاد ما عنديش باش نخلص لها النفقه غنمشي للحبس. اذا الزواج غيديني للحبس. كاين هادشي سعاده المحامي ولا كثير ولا اكثر من هذا الشيء؟ كثير فهمتي؟ انا راه جاو لعندي هذوك صحابكم ديال الدفاع عن حقوق الرجل راه داك الشيء اللي كيعاودوا راه تهرب، ماشي تهرب من المكناس، تهرب من هذا المغرب كامل. وفي الحقيقه ما عندك فين تمشي لان هادو تابعين للعالم كامل. طبعا انا علاش انا استقبلتهم لان فيهم واحد شويه ديال يعني ديال كيحاولوا يردوا شويه ديال التوازن، لان هادو تيقولوا للمراه باللي بغينا ندافعوا عليك ولكن غير تيوهموها حتى يوصلوها للطلاق وتبقى راسها راس داك الدراري وتبقى واحله معاهم وتبقى مخلوعه الا جا عندها اللي يصوب ليها الضوء واللي يصوب ليها الماء واللي يدخل لها البوطه واللي ديك الساعات كيمشيو هما ويخليوها بوحدها. انتبهوا الاخوان، لا دابا هما غيبغين يهدوا الاسره. الاخ الكريم انت شنو درتي؟ خصكم هاد الشيء هذا تشرحوه للناس وهو واضح. هاد الناس هادو تيقولوا بغينا المساواة. واش المساواة تكون بين عدم متساويين؟ ملي كنكونوا في الصلاة راه حنا متساويين، ملي تكونوا في الصيام راه حنا متساويين، ملي تكونوا في حوض الفروج راه حنا متساويين، ولكن في الزواج لسنا متساويين. كل علاقة جنسية بين الرجل والمرأة في الحلال أو في الحرام ليس متساويين، لأن الرجل فهمتيني ولا لا يقضي حاجته في لحظات وكيزيد مع الطريق، ولكن المرأة كتحمل المسؤولية. حنا أمة ديال العدل. وقل ربي احكم بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فتنقولوا حنايا خصكم تواجهوا هذا والعدل ماشي هو هذا، لأنه المرأة بالنسبة إلينا واخا كيف ما كان راه نقول حنا غاديين لهذا الشيء ديالهم هما. راه نتوما تتمشيو لديوركم واللي يصوب فيكم شي طاجين في الدار فهمتيني ولا لا، يعني تيطرشق ليه وياكل هو ومراته ووليداته كيجيبوا الله الدنيا هانيه. راه هذا الشيء هذا غدا غادي يوصل للأسر ديالكم وغادي يوصل للولاد ديالكم وما غيبقاش الزواج. احنا فضينا كيف يعقل انه في نفس الوقت اللي كتطالب باش العلاقات الرضائيه ما يسمى بالعلاقات الرضائيه. شنو هي العلاقات الرضائيه؟ هي الحريه الجنسيه، هي الولاد والبنات والرجال والعيالات مزوجين ولا ما مزوجينش يديروا مع بعضياتهم اللي بغاو، ما تدخلش الدوله. ولا مشيتي انت تشكي عند البوليس غيقولوا لك اسيدي ماشي شغلنا، سير دبر من انت ومراتك. واش غادي يكون النتيجه ديال هذا الشيء؟ اقل شيء ما غاديش يبقى الزواج. ولا وغيقدر يكون الاجرام. عقلوا مزيان اش كنقول لكم. فرنسا اليوم الاخوان هادشي قلتو دابا في الحقيقه دابا هادشي دابا انت كتقول لي ساليلات وقد تقول خصنا نعاود هادو نقريهم، خصنا نرجعوا لالف باء جيم. هادشي راه قلتو 70,000 مره. فرنسا كل يومين ونصف تقتل امراه 100 رسميا. هادو اللي كيبلغوا بهم، اللي ما كيبلغوش بهم عاوتاني واحد الاخرين. 130 معدل بين 130 و 140 امراه في العام. وفي المكسيك تقتل 13 امراه يوميا. وهنا زعما في المغرب واش ما عندكم اخبار؟ هذاك اللي في الدار البيضاء فهمتيني ولا لا، او في المحمديه ما عرفتش في المحمديه يعني لقى مراته في الخيانه الزوجيه قتلها وقطعها اربا وخذ الولاد ديالو داو الوالده ديالو ومشى هو تعرض للكاميو وقتل في الطرود. اخباركم هذا الشيء ولا لا؟ هذه اخبار كاينه بوحدي كنقرا الاخبار ولا كيف؟ لا ماشي بحال هاد الحالات. هاد الشيء غادي يكثر. علاش؟ لان دابا باقيه الدوله كتدخل. ملي كتوقع لا قدر الله شي حاجه كتمشي عند البوليس كتقول له شنو كاين شنو ما كاين فهمتيني ولا لا، تيمشيو معاك تيديو شي واحد للحبس الى اخره. يعني الامور كتبقى محدوده وكتبرد شويه بشويه. دابا ديك الساعات ما كاينش، غادي يوليو الناس كيصفيو الحسابات ديالهم مع بعضياتهم. الرجال غيقتلوا العيالات والعيالات غيقتلوا الرجال، واقل شيء غادي يتفرقوا. لانهم اذا ما بقاتش هذه جريمه بالنسبه للدوله، هي اصلا الان وقع شحال من مصيبه وشحال من خيانه زوجيه وشحال وبين الاولاد وبين البنات وكذا الى اخره. ملي هذا الشيء ولكن هذاك الولد مع هذيك البنت ملي كيمشيو
هذيك حريه فرديه، علاقات رضائيه. شو ما سخيتش من سميه داروا لها، وخصوصا هذاك وزير العدل ديال اخر الزمان، هذاك كون يسحبني، هذاك كاع ما نستقبلوا النهار الاول يتواجه معايا باش يولي مشهور، باش واحد النهار يولي وزير. انا وقيل اللي مسؤول على هذيك المصيبه. وهبي ديال اخر الزمان هو ظريف لطيف وداك الشيء، ولكن ما عرفت واش ما فاهمش شنو كيدير ولا فهمتيني ولا لا. هي املاءات كبيره، ولا الاملاء تكون كبيره ولا ينعل جدبوها الكلب، وجدبوا اللي كيامر بها. حنا فضينا، لان الاخ الكريم خصنا حنا دابا شكون اللي غيوقف في وجه هذه الاملاءات؟ حنا اللي خصنا نوقفوا. ما كاينش الشعوب فينا هي؟ الشعوب راهي مخشيه، كل واحد مخشي في دارو كيتفرج في التلفزيون مع راساتو. خصنا حنا نوقفوا في وجه هذا الشيء. لا ولك تكون مسلم، الا كنتي مسلم وجالس في دارك في هذا الزمان ما كافيش، خاصك تتكلم وخاصك تتحرك وخاصك تمشي عند الناس وخاصك تواجه وخاصك تفضح هذا الشيء هذا. قال لك العلاقات الرضائيه والناس كيضحكوا، وبعد واحد القضيه راه ما غتبقاش العلاقات الرضائيه بين الاولاد والبنات، راه غتولي بين الاولاد والولاد والرجال والرجال، وهذا هو العجب. ولا الطمه الكبرى كلشي طمه كبرى، وغدا وبعد غدا غيجي ولدك يجيب لك الولد يقول لك بابا هذا راجلي ولا مراتي، والبنت تجيب لك بنت تقول لك بابا هذا راجلي ولا مراتي. واش هادشي ما كتشوفوش في التلفزيون؟ هادشي راه سي ديفوني دو بان كوتيديان. فرنسا هادشي هذا، وفرنسا شحال بيننا وبين فرنسا؟ اسبانيا اللي صديقه ديالنا راه اباحوا الزواج بين الانسان والحيوان. ملي تشوف هذه المصيبه على 15 كيلومتر فوقاش من غادي يوقف هذا الشيء؟ اي خصنا نتكلموا دابا، خصنا نرفعوا الصوت ديالنا، ما تبقاوش ساكتين. ما تقول لي السي عبد الله الا رفعنا الصوت ديالنا غيجيو غيديونا. يديوكم ملي يجيو لكم قول لهم السي عبد الله اللي قال لنا هذا الشيء، يجيو حتى انا يديوني. اش غيوقع في ملك الله؟ راه ملي كنا في الحبس كانوا كيقولوا لنا الحبسيه، كيقول لك راه الحبس كيدخلوا له غير الرجال. خاصكم تهضروا وتكلموا. حنا ماشي دعاة فتنه، وماشي دعاة حمل سلاح، وماشي دعاة ثورات، وماشي دعاة انقلابات، ولكن ماشي امعات مخشيين في ديورنا، فهمتي ولا؟ كل واحد في الطيطنيه ديالو هو والمراه ديالو جالسين كيتذاكروا التلفزيون، جدارك ما بقاش تيبين مزيان، نبدلوه ما نعرف شنو كذا الى اخره. فهمتي هذا الشيء باش مشغولين هاد المغاربه، مشغولين لانكم ما شغلتيوهمش، ما عرفتوش تشغلوهم، ما عرفتوش تحركوهم، ما عرفتوش تخرجوا هذا الكلام. فهمتيني ولا لا؟ وصافي الله سيدي، السلام عليكم ورحمه الله. ولهذا انا كنقول لكم الاخوان ديالنا، انا جيت اليوم يعني عندي ثلاثه ديال الميساج الاول، ثلاثه د الرسائل. الميساج الاول شخصي، يهم كل واحد منكم رجل او امراه او شابا الاطفال باقي ما عليهم والو، وان كان الاطفال هما اللي كيتجاوبوا معايا الاكثر. سبحان الله، الاطفال والجدات والاجداد هما اللي كيبغيو يرسيوها، ولكن هادو ما كاينينش في المؤتمر. هما اللي كيهزوني من قلبهم الخالص، وكنشوفهم كيفاش كيسلموا عليا بالحراره اللي كيسلموا عليا. هذه الاخوان ديالنا متعلقه بكم انتم كاشخاص. تحزموا ريوسكم، تراجعوا نفوسكم، تصحوا، تخليوكم تكونوا اهل لمرجعيتكم، لانه حماس، هذه حماس دابا كتعتقدوا هذه حماس التي بلغت هذا المستوى من السمو والرقي. واخا يقتلوهم كاملين، قال لك دابا يغرقوهم، واخا يغرقوهم، راه الله سبحانه وتعالى كيتحدث لنا على اصحاب الاخدود، ماشي يغرقوهم، هذوك حرقوهم. ومع ذلك شكون اللي حرقهم؟ هذوك اللي حرقوهم شكون هما؟ ما كاين حتى اللي كيعرف شكون هما، لا قيمه لهم في التاريخ. ولكن اصحاب الاخدود مرفوع ذكرهم الى اليوم بعد قرون وقرون وقرون طويله من وفاتهم لا نعلم عددها. هادو بغاو يغرقوهم، داكشي اللي غيديروه داروه، وان شاء الله الرحمن الرحيم ما يغرقوهمش، ان شاء الله الرحمن الرحيم الا بغى الله سبحانه وتعالى سينصرهم. باش؟ لانه شفنا فيهم الصدق والاستقامه الحقيقيه. هل يبدو لكم منهم رجل خاون؟ لا في سلوكاتهم لا في اقوالهم لا،
كيفاش هاد الناس كيثيقوا فيهم، كيفاش هاد الناس كيعتزوا بهم واخا تسببوا في خراب البيوت وقتل الاولاد والنساء والى اخره ودمار البنيان، فهمتي ولا؟ مع ذلك الناس باقيين كيعتزوا بهم بهذا السبب، لانهم تمسكوا بهذه المرجعيه. انت حنا الاخوان تنقولوا المرجعيه الاسلام الاسلام الاسلام، ولكن ملي كنجيو كنلقاو السلوكات ديال الاخوان ديالنا بحالهم بحال ديال الناس العاديين، فهمتي ولا؟ كل واحد كيشوف غير داك الشيء اللي كيخرجو في منطقه، هو راه ما كيخرجكش، ما والله ما يخرجك ما عدا المعقول والاستقامه. وانا باقي كنقول لكم هذا الكلام، ودابا لولا ذلك انتم ما تجيوش لعندي هنايا مكناس، شحال اختلفت انا وياكم، شحال اصطدمت بكم، ولكن الحمد لله عرفتوني على شنطوي الى اخره، باقي الامور كما كانت او اكثر. وراه درتيو لقاء داخلي، كون درتيو لقاء عام غادي يكون اكثر واكثر. ان هذه هي الاولى، هذه دعوه شخصيه وجماعيه في نفس الوقت، باش تصحوا الامور وتقادوها مزيان وتكونوا يعني قدوات حقيقيه لمجتمعكم. هذه الاولى. المساله الثانيه الاخوان وهي الحركيه السياسيه. راه السياسه الاخوان السياسه شنو هي السياسه؟ دابا غنقول لكم، تكون شي حاجه حتى واحد ما جايب لها خبر، تشدها واحد وتبدا يدور بها. هذاك السيطوزي جاب القصه ديال شي واحد، فهمتيني ولا؟ جا لعند مرات خوه عندها بنت، فهمتي، مرات خوه عندها بنت، مات خوه، قال لها تخرجي غير كملوا الطلبه، قال لها تخرجي، فهمتيني ولا؟ وخص ناخذ حقي في الدار. وهذا صحيح، يعني كيوقع بحال هذا الشيء هذا، ولكن بالمقابل شحال من اسره الاخ هو اللي بقى كيصرف على ولاد خوه حتى كبر وحتى ولا بنادم. انا با مات رحمه الله عندي 16 عام، خويا صغر مني عنده 15 عام، فهمتيني ولا؟ وبقاو خوتي كيصرفوا علينا، وبقينا ساكنين في الدار ديال الوالد من عام 70 فاش مات حتى ل 92 عاد باعوها باللي خرجنا حنا منها كاملين، خرجت منها الوالده وعطاونا البركه ديالنا، فهمتيني ولا؟ وبقاو كيعاونوا ماشي كيصرفوا علينا كل شيء، ولكن كيعاونوا الوالده بواحد 600 درهم شهريا، وبقاو كيزيدوا فيها شويه شويه، وبقينا بهذاك الشيء تنعيشوا حتى كبرنا. هكذا المجتمع المغربي حتى لهنا، حيت كاينه علاقات الاخوه. ملي غنحيدوا هذا الشيء هذا، فهمتيني ولا؟ ملي غنحيدوه ما غتبقاش علاقات الاخوه. ملي غنسويو بين الرجل والمراه في الارث ما غتبقاش علاقات يعني الاخوه في الاسره. ملي غنقولوا للمراه والراجل باللي ملي غادي تزوجوا، ملي تجيو تطلقوا كل واحد ياخذ النص ديال داك الشيء اللي عند الاخر، ما غيبقاش الزواج. المراه غتقول لك واش انا دابا الا بقيت مع هذا الراجل حتى مات غندي الثمن الا عنده الاولاد، والربع الا ما عندوش اولاد، ولكن الا دابا السنويه دابا وطلقنا غندي النص. شكون هذه المراه اللي غتبقى مع هذا؟ غتبقى غير شي مزلوطه مع شي مزلوط، ما عندها ما تدي ما عنده ما يدي. واما اللي عنده شي حاجه غتنوضها مع القيره باش دير داك الشيء. وهذا الشيء دابا اللي واقع، انت نقول لكم اشياء وقعت في الاسره ديالي. عندي واحد ولد عمي راه مجلي واحد الدوله، فهمتيني ولا؟ المراه ديالو من الطيبوبه ديال هاد ولاد بن كيران، فهمتي ولا؟ ما عرفتها منين جات، فهمتي ولا؟ كتب لها النص، دابزات هي وياه مشات كتخونوا مع شخص اخر. ملي مشاو للطلاق داولو بقى عنده النص، داولو النص من ذاك النص، اذا دات النص اللي كانت واخده ودات الربع، لانه سميتو خلات له هو الربع، فهمتيني ولا؟ خرج بون عيسى عاوتاني مشى تيدبر على راسو من جهه اخرى، ومشاو عاود رجع للمغرب وتزوجوا حتى مع المراه ديالو، ومشاو نطلبوا الله يكونوا بخير، فهمتيني ولا؟ يعني غير معقول هذا الكلام وحنا ساكتين. علاش غير عبد الله بن كيران اللي كيهضر؟ دابا هادشي واش ما تعرفوش نتوما الاخوان؟ كاينه مذكره، عندنا مذكره، واش خبركم ولا ما عندكم خبركم؟ والحركه دايره مذكره، لا الحركه كنهضر معكم علينا حنا، على الحزب ديالكم. كاين مذكره دايرها مفصله في هذا الشيء هذا، تيرفض رفضا تاما
هذه المطالب التي في ظاهرها يعني فيها مصلحة المرأة ومصلحة الأسرة، ولكنها في الحقيقة تخرب المرأة وتخرب الأسرة. فهمتين ولا لا؟ فخصكم هذه المذكرة هذه راهي كاينة في الانترنت ياك اسيدي، خرجوها في اوراق وقراوها، احنا غنطبعوها ككتاب وتجيكم، ايوا ملي توصلكم فهمتي ولا لا شدوها وحطوها قدامكم فهمتي ولا لا، ونساوها كاع ما تقراوها ما تشرحوها للناس ما توضحوها لهم ما والو، وغنديروا مختصر ديالها الى اخره. الاسره ديالكم الاخوان دابا نتوما واحد القضيه، هانتوما دابا بخير نسبيا، الاولاد ديالكم كيفاش غتكون الحياه ديالهم؟ والدينا الله يرحمهم يعني خلاونا نسبيا بخير. دابا تلاقيت واحد السيد واحد الصحراوي قال لي حنا بخير السيد الاله مع العيالات ديالنا اللي جبنا من الصحراء 5 يعني فهمتي ولا لا؟ قال لي هادو ديال اليوم هادو 5 حنا 4 هادو ولادكم غادي يوصلوا 1 ولا 0 ولا ما يبقاوش يتزوجوا كاع. دابا مشكل. والمغاربه راهم ما قابلينش هذا الشيء ما باغيينوش ولكن ساكتين. هاد السياسه الاخوان راه هي الشجاعه. دابا انت كتكلم هذاك الشيء اللي كتقول كاين الناس اللي باغيينو ملي كيسمعوه كيحزموا راسهم تيقولوا كاين اللي غيدافع علينا وكاين نمشيو معاه ونصوتوا عليه وندافعوا معاه الى اخره. وانتم مدينه مكناس هي مدينه محافظه معروفه. شغلتنا اموالنا واهلنا والحقيقه لا مال لكم، عندكم شي اموال انتم مكناس اون جينيرال ياك توكل هو اللي لاباس عليك في هذه المجموعه قلنا يلاه عندك ديك الدار الله جاب الله ذاك الدار بعدا باش انت مستور باش كتستكنا معاك مره فهمتي. كاين شي عندنا شي واحد هنا لاباس عليه شويه الحمد لله. ولهذا الله يجزيكم بخير الاخوان. حنايا على المستوى المركزي حنا كنبذلوا مجهودنا ماشي مشكل. الا شفتيو باللي حنايا مقصرين جيبوا وحدين اخرين يسيروا هذا الحزب، حنا قابلين ما نتسناوش كاع المؤتمر والله ما نتسناو من غدا نمشيو بحالنا. ولكن حنايا نقول لكم بكل صراحه الاخوان العمل ديالهم على المستوى المركزي مشرف. سي دريس الازامي يعمل احسن يعني النقاش ديال 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 ديال, ديال الميزانيه ديال الدوله وبطريقه مبسطه ومفهومه وبالفيديو. ايوا وغير سمعوا شويه سمعوا اش تيقولوا الناس على الاقل تستافدوا. والاخوان ديالكم في البرلمان راه عرفتي تنجي نهار الاثنين بعض المرات للمقر كندخل كنلقاهم كلهم تبعي ربما نسبه التغيب واش 10% ولا ما وصلش. انا عرفت لك كانت شي حاجه على برا هذيك ماشي تغيب. هذاك الاخوان كيبذلوا جهدهم ولكن فين الاخوان ديالنا؟ صافي غير واش دابا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصر في بدر ياك وحد نهزم ولا ما نهزمش؟ جاوبوني انتم كتجاوبوا. نهزم. واش تفرقوا عليه الصحابه رضي الله عنهم؟ بقاو معاه وصبروا معاه فهمتيني ولا لا؟ وزادوا عاوتاني وجاب الله النصر من بعد. اذا جاء نصر الله وفتح رايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فهذا هو المعقول. انتم دابا غير جاتكم واحد الهزيمه في 2021 صافي يعني دابا قاسيه بداو تبكيو قاسيه بما قدمت ايديكم. انتم هما السبب كلنا السبب. انا عارف بطبيعه الحال والقياده ديالنا في ذاك الوقت فهمتيني ولا ما عرفتش تتصرف. هذا هو الواقع وما دارتش اللي عليها. راه قدمت استقالتها اش غنديروا لها؟ نقطعوا لها الراس؟ دابا حنايا اللي مسؤولين. ايوا دابا غدا اش غتقولوا؟ عبد الاله هو اللي مسؤول.